السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي عاصم الحكيم، وقد شرفت بزيارة مدينة هودرسفيلد في بريطانيا قبل 10 أو 11 سنة، وألقيت فيها عدد من ورش العمل والمحاضرات وخطب الجمعة، وأكرمني الله عز وجل بلقيا الجالية المسلمة هناك، وأعجبت بكثرة طالبي العلم والمحبين للخير. بعد 11 سنة اتصل بي الأخوة المنظمون وهم من جمعية النصيحة، يطلبون المعونة لبناء مسجد ومركز إسلامي، والحقيقة أنهم طلبوا مبلغا زهيدا، طلبوا 100,000 جنيه استرليني، بمعنى لو أن كل 1000 شخص، لو واحد من كل 1000 دفع 100 جنيه، يعني ما يقارب 500 أو 600 ريال، أمر يعني ما هو بالصعب، لنجحوا في بناء هذا المركز وهذا المسجد الذي يحافظ على هوية سكان هذه المدينة المباركة، يحافظ على وحدتهم، يحافظ على هويتهم. تخيل كم من صلاة يصلى فيها، كم من جنازة، كم من درس، كم من حلقة لتحفيظ القرآن، كم من ركعة في التراويح وقيام الليل والتهجد والاعتكاف، كم من صائم يفطر، كم من جاهل يعلم أمور دينه، وكل هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة وأنت لا تشعر ولا تدري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، يعني ولو كعش حمامة، بنى الله له بها بيتا في الجنة. فيا أخي المسلم، ابذل لنفسك، وكما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. فالله تعالى هو الذي ينفق وهو الذي يرزق. لا تنسوا نصيبكم من الدار الآخرة ومن الحظ، فإن المرء في ظل صدقته يوم القيامة. والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.